السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة جميلة ولذيذة ومغذية جدا وكلها فوائد. هنعمل اللوبيا المصرية بتاعتنا. هنجيب اللوبيا من بالليل ونبلها، هنحطها في مية نبلها ونسيبها. هنيجي بقى تاني يوم ما هنيجي نطبخها بإذن الله، هنجيب بصلاية ونخرطها رفيع ونحطها في معلقة سمنة. عطيناها تقليبة، هنحط عليها لو انت هتعملها بلحمه هنحط مع البصله اللحمه، هتعملها من غير لحمه هنحط الطماطم على طول او الصلصه على طول. كده احنا حطينا اللحمه، اديناها تقليبه تقليبتين كده حلوين مع البصله، وبعدين هنحط لها معلقه فلفل اسود برضو واحنا بنقلب. هنقلبها كويس بحيث ان هي تختلط مع بعضها. هنكون محضرين الطماطم او صلصه عصير الطماطم بتاعنا. انا كنت ساعتها بعمل الصلصه بتاعت الطماطم بتاعتنا فكانت سخنه، اخدت منها على طول وحطيت على اللوبيا. وبعدين هنحط عليها كمان كوبايتين، بعد كده نحط كوبايتين ميه. ليه؟ لان اللوبيا بتاخد معانا سوا. اللوبيا غير الخضار الطازه بتاعنا، اللوبيا دي بتاخد سوا شويه. وطبعا انت لازم تعرفي اللوبيا بتاعتك بتاخد سوا ولا لا، لان في لوبيا بتاخد سوا ياما وفي لوبيا بتستوي بسرعه. اللوبيا في السوق بتبقى انواع، في منها مستورد وفي منها فلاحي بتاعتنا. فخلي بالكم من النوع اللي انتوا بتستخدموه، واعرفوا انهي نوع بيسحب بياخد ميه ياما وبياخد سوا ياما، وانهي نوع بيستوي بسرعه. كده احنا حطينا اللوبيا، احنا لحد دلوقتي ما حطيناش ملح. ممكن بعديها بشويه نحدق الملح بتاعنا، او نحط الملح على حسب الكميه اللي انتوا بتعملوها. وتسيبوها بقى، هتوطوا عليها النار، وكل ما تحسوا ان هي محتاجة مية تحط لها كوباية او نص كوباية. ليه؟ لان هي ممكن في ثانية تلاقيها استوت منكم. فتخلوا بالكم من التكاية دي. ولازم توطوا عليها البوتاجاز. البوتاجاز لازم يكون وسط، لا عالي ولا واطي، يبقى وسط عليها، لان هي بتشرب الصلصة بسرعة وممكن تتحرق منكم. فلازم تخلوا بالكم من التكاية دهيت. ما شاء الله لما بتستوي بتبقى رهيبة جميلة وكلها فوايد. اعملوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. وعايزة اعرف انتوا بتعملوها بالطريقة دي ولا لكم طرق تانية بتعملوها، او اللي ايه اضافات تانية بتحطوها عليها. اللي عنده طريقة تانية بيعملها ممكن يقول لنا ونعملوها برضه. يلا اعملوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي ما عملش اشتراك للقناة يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد. السلام عليكم.